زوز متسلقي جبال كانوا يمارسوا في هوايتهم في التسلق بجبل كاب غورنيتا المتواجد في مدخل المدينة الشمالي بالطريق الوطنية رقم 4، مما تسبب في سقوطهما بعدما تمزق بهما الحبل. هذا كان محور العملية البيضاء اللي نظمتها فرقة الحماية المدنية بمكثر يوم 18/2/2016. تفاصيلها كانت كالتالي: ورود مكالمة هاتفية لقاعة عمليات بمكثر من راعي أغنام كان متواجد على الجبل، يخبرنا فيها عن وجود شخصين ملقيان على الصخور. وعلى الفور توجهت وسائل الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وهنا ترجت العوان اللي كان وجوب عليهم باش يمروا بتضاريس مختلفة ووعرة، بداية من أرض محروثة وبعد سلكوا طريق ذات أشجار كثيفة ومتماسكة اللي كانت تعيق سهولة التنقل. وبعد كل هالصعوبات وصلوا العوان إلى مكان سقوط المتسلقين. وكان متواجد السيد معتمد مكثر رفقة رئيس الفرقة مشرفين على مراحل العملية برمتها. انقسمت المجموعة وتفرقت على المصابين الاثنين. قامت المجموعة الأولى من إسعاف المصاب الأول اللي بعد المعاينة يتبين وأنه عنده إصابة خطيرة على مستوى الظهر والحوض، حيث تم وضعه في الحاشية الصدفية وتثبيت العنق مع المحافظة على محور الهيكل. المجموعة الثانية قامت بإسعاف المصاب الثاني اللي تبين بعد المعاينة أنه عنده كسر بالساق واليد. تولت إسعافها فريق التدخل بتجبير الأعضاء المصابة بالجبير الوقتية، ومن ثم وضعه في المحمل بعد تأمينه وتثبيته عليه. Hay, allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez.
تبعني انا تبعني انا تبعني انا. تبعني انا. اوكي. علي هاي هاي ورا ما قبالش الشجرات. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien. Allez. هاي تابعوني. هاي من هنا ديريكت. هاي يمشون. يجي حنان، يجي حنان. وهنا وجدوا الأعوان صعوبة كبيرة في التنقل مع المصابين نظرا للتضاريس الوعرة، حيث أبدوا حرفية عالية في التعامل مع مثل هذه الوضعيات. امبولانس امبولانس واحد حطه فوق البركار والاخر بجنبه نص. وتم إيصال المصابين إلى سيارة الإسعاف اللي قاموا بمدهم بالأكسجين ومن ثم نقلهم إلى المستشفى المحلي بمكثر. لحظة ديبار تخرج الامبولانس ديبار تخرج ديبار ناحية تريبي ناحية تريبي تعمل دورة تخرج ديبار اطلع. العملية انتهت بنجاح، وهنا نشكر شباب وإطارات دار الشباب بمكثر، وعلى رأسهم السيد المدير دار الشباب اللي صور ودون هالعملية بكافة مراحلها، وخاصة نادي صحافة المواطنة التابع لهذه المؤسسة. مع تحيات فرقة الحماية المدنية بمكثر.